مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعيد بلقائكم. المباراة لن تعاد وتطلب من الكاف تغيير قوانينها. هذا مضمون قرار الطاس بخصوص مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة. أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس اليوم الأربعاء قرارها بخصوص مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الماضي بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، مقررة عدم إعادة تلك المباراة كما أراد ذلك الطرف الجزائري. وقررت المحكمة رفض طلب اتحاد الجزائر وتأكيد نتيجة المباراة، معتبرة أن قرارها لا يؤثر على نتائج الكاف موسم 23 و2024 و2000، كما لم تتضمن الوثيقة أي ملاحظة أو إجراء ضد فريق نهضة بركان والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. المحكمة التي رفضت طعن نادي اتحاد العاصمة وافقت في المقابل على قبول طعن الاتحادية الجزائرية في مواجهة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، واعتبرت أن الموافقة على ارتداء الفرق المشاركة لأقمصة تتضمن خرائط ينتهك القوانين المعمولة بها. ووجهت الطاس ملاحظاتها للكاف استنادا إلى قوانين هذه الأخيرة وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا التي تمنع حمل القمصان لأي محتوى سياسي، مبرزة أن على الكونفدرالية الإفريقية الالتزام بالحياد السياسي. ويمثل هذا القرار قرارا بعدم السماح مستقبلا بأي قميص يحمل إشارات سياسية، ما يعني أن الأمر لا يتوقف عند الخرائط بل أيضا الأعلام والشعارات وغيرها. ومع ذلك فإن المحكمة لم تصدر أي إجراء عقابي على الجانب المغربي.